السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في استكشاف معرفي جديد. اليوم رح نتناول رؤى قيمة جدا من كتاب حسن الظن بالله للدكتور إياد قنيبي. مصادرنا هي مقتطفات من الكتاب بتسلط الضوء على قوة أفكارنا وتوقعاتنا من الله في تشكيل حياتنا. والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل ممكن فعلا تغيير طريقة تفكيرنا تجاه الله وتحديداً توقع الخير منه إنه يحدث فرق حقيقي وملموس في واقعنا، خصوصاً لما نواجه صعوبات وتحديات؟ خلينا نتعمق في الموضوع ده. طيب، لنبدأ بالنقطة المحورية. إيش الفكرة الأساسية اللي بيقدمها الكتاب عن أهمية حسن الظن بالله؟ الكتاب بيأكد على نقطة لافتة جدا. حسن الظن بالله مش مجرد زي ما تقول تفاؤل عابر أو شعور إيجابي وخلاص. لا؟ أجل، هو في صميمه عبادة قلبية راسخة أساسها الثقة المطلقة بقدرة ربنا ورحمته، وبيستشهد بالحديث القدسي وهو كلام الله عز وجل كما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. أنا عند ظن عبدي بي. صحيح، حديث عميق جدا. بالضبط. المعنى هنا إن توقعك للخير من الله هو بحد ذاته بإذن الله طبعا سبب لجلب الخير ده، وبيحط ده في مقابل سوء الظن اللي ممكن يكون له عواقب وخيمة. تماما. سوء الظن ممكن يؤدي للهلاك، زي ما الآية الكريمة بتقول: فظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، هالكين. هذا فعلا تحول كبير في النظرة، مش مجرد أمل سلبي، لا، ده فعل إيماني له أثر. طيب، كيف يربط الكتاب المفهوم ده بتجارب الحياة الصعبة؟ الابتلاءات، المصائب. الكتاب بيصور الابتلاءات دي، سواء كانت مرض لا سمح الله أو فقد أو حتى ضائقة مالية، بيصورها كأنها اختبار حقيقي محك. اختبار لإيش بالضبط؟ اختبار لمدى ثقتنا بالله وحسن ظننا فيه. فبدل ما الواحد يغرق في اليأس والإحباط، الكتاب بيدعونا ننظر للصعوبات دي كفرص. فرص؟ كيف يعني؟ فرص لتجديد الصلة بالله ولتوقع الفرج منه بيقين. وبيذكرنا بموقف المؤمنين يوم الأحزاب. الحصار الشديد في بداية الإسلام لمنحة فعلا، أو على الأقل فرصة لتقوية الإيمان. طيب، ماذا عن صراعاتنا الداخلية، مشاعر الذنب، التقصير؟ كيف يوجهنا الكتاب لحسن الظن في سياقنا؟ دي نقطة حساسة ومهمة جدا. الكتاب بيتناولها بحذر، وبيحذر من إن اليأس من رحمة ربنا بسبب الذنوب ده من أخطر مداخل الشيطان. صحيح، القنوط من رحمة الله. بالضبط. فحسن الظن هنا بيعني شيئين أساسيين: أولاً المبادرة الصادقة بالتوبة، وثانياً الثقة اللي ما تهتز أبداً بأن رحمة ربنا ومغفرته أوسع بكتير من أي ذنب ممكن نرتكبه. جميل. وبيذكرنا بحديث الرجل اللي أذنب مراراً وتكراراً وفي كل مرة يتوب، والله سبحانه وتعالى يقول: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. يا الله. طبعاً ده مش تبرير للخطأ أبداً، لكنه تأكيد قوي على أن باب ربنا الودود سبحانه مفتوح دايماً للعودة الصادقة. تمام. وهل الكتاب بيقدم أمثلة عملية أو قصص تخلي المعاني دي أقرب للقلب؟ نعم أكيد. بيستعين الكتاب بأمثلة مؤثرة عشان يقرب الفكرة. منها مثلاً تجربة شخصية للمؤلف عند طبيب الأسنان. طبيب الأسنان؟ مثير للاهتمام. أيوة، الألم المؤقت والمزعج اللي بنحس بيه وقتها هو في الحقيقة طريق للشفاء والراحة بعدين. فده بيوضح إزاي إن بعض أقدار ربنا اللي ممكن تبان مؤلمة في الظاهر قد تحمل في طياتها خير كبير وحكمة ما بنفهمهاش إلا بعدين. فعلا، الأمثلة بتجسد الأفكار بشكل قوي. طيب، لو حبينا نلخص الرسالة الأساسية اللي الكتاب عايز يغرسها فينا، فماذا تكون؟ الخلاصة الجوهرية هي إن حسن الظن بالله هو المفتاح الحقيقي للسكينة الداخلية والسعادة. هو مش مجرد انتظار سلبي، لا، بل هو قوة دافعة؟ بالضبط. قوة بتدفعنا للعمل والأخذ بالأسباب، لكن مع بقاء القلب متعلق بخالق الأسباب الله سبحانه وتعالى. الظن الحسن ده هو اللي بيمنحنا الصبر وقت البلاء، والقدرة على الشكر وقت الرخاء، والدافع للتوبة والرجوع لما نغلط. دعوة لبناء علاقة قوية مع الله؟ تماماً. علاقة أساسها المحبة والثقة المطلقة وتوقع الجميل منه دايماً. إذن خلاصة نقاشنا اليوم حول الأفكار المستلهمة من كتاب حسن الظن بالله هي أن تغيير نظرتنا الداخلية وتوقعاتنا من الله سبحانه وتعالى
ممكن يكون له أثر تحويلي حقيقي، أثر على كيفية اختبارنا للحياة وتجاوزنا لتحدياتها. وتبقى فكرة أخيرة للتأمل. كيف ممكن يتغير تعاملنا مع الأقدار اللي بتبدو صعبة أو مؤلمة لو حاولنا بصدق نستشعر إنها قد تكون اختيار الله الخير لنا، وإنها تحمل حكمة ورحمة خفية، حتى لو ما فهمناش الحكمة دي في لحظتها. وتذكير اليوم: التغيير يبدأ من الآن، وكل خطوة مهما كانت صغيرة نحو تحسين ظننا بالله بتحدث فرقاً كبيراً. إذا وجدتم فائدة في هذا الاستكشاف المعرفي، ندعوكم للاشتراك ومتابعة The Deep Dive للمزيد من الغوص في مصادر المعرفة والأفكار الملهمة. شكراً جزيلاً لوقتكم الثمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.